السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم قناة بن الداري مع فيديو جديد ووصفة جديدة كما عودتكم. وإن شاء الله يا ربي نقعدوا غير في الجديد، وبإذن الله ربي قدرني نجيب لكم وصفات كما هكا ساهلين سريعين وبزاف بزاف بنان تستاهلوا كل خير. وقبل ما ننسى نرحب بالمتتبعين الجداد اللي جاو، نقول لكم مرحبا بكم معنا، وان شاء الله تزيد تكبر لمتنا. واللي مازال ما داروا اشتراك نقول لكم ديروا اشتراك، مرحبا بكم تاني معنا، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. ومتتبعين الاوفياء بلا ما نوصيكم ما تنسوش ديروا لايك وتعليق حلو كيفكم، نشاط ساحكم وتعليقاتكم وارائكم وتفاعلاتكم مع لي فيديو اللي راني نحطهم بزاف بزاف يزيد يحمسني باش نزيد نمد اكثر واكثر. يعني هذه الحاجه بزاف تشجعني على المواصله. على بركة الله اليوم جبت لكم وصفة بزاف بنينة وسهلة ومكونات بسيطة، يعني موجودة في كل بيت. جبت لكم رولي الدجاج، وهذا الرولي بلا تعقيدات بلا صعوبات وما فيش مكونات كما قلت لكم بزاف. يعني بصدر تاع الدجاج وراكي درتي هذا الرولي البنين، يجي قوة قوة في البنة. تبعي معايا حبيبتي خطوة بخطوة باش ما تفوتك حتى حاجة وتنجح لك يعني الوصفة 100%. كما راكم تشوفوا الحاجة الأولى هنايا كنت قطعت صدر تاع الدجاج تاعي، يعني قطعته عشوائيا باش نديره في الأشواط ونطحنه. كاينه حاجه هنا حبيبتي قبل ما نفوتوا هاد اللقطه، شفتوا كي كنت نقطع في الدجاج تاعنا كان كاين واحد هادوك كل خيطان هكا، كل خيط تاع الدجاج يجي فيه هذاك، من الافضل تقلعيه. انا قلعته بصح بعد ما كنت رحيت يعني في الاشوار قلعته. انتي كي تكوني تقطعي كيما هكا ويبانوا لك هذوك الخيطان قلعيهم حبيبتي. دي فوا كاع تجيك صعوبه شدي بالخدمي كيما هكا يعني بالسكين تاعك وقلعي. من بعد حبيبتي كي تقعدي تشكلي في الرولي تاعك يعني ما يغبنوكش وما فيهم حتى فايده، يعني صحيا وما فيهم حتى فايده. هنايا كنت رحيت الدجاج تاعنا، يعني الصدر تاع الدجاج تاعنا، بصح كما قلت لكم بصح شفت باللي مازال ما تسرحه غايه. على هذيك غادي نعاود نرحيه مره اخرى. تسمى حبيبتي نقول لك باللي رحيه غايه، ما تخليش هادوك لي مورسو كيما هكا كاين واحد ولا زوج. يعني اذا صرات لك كيما هكا حبيبتي عاودي رحي الصدر تاعك مره اخرى. وهنا الاشوار في الاستعمال تاعها بغيت نمد لكم يعني نصيحه، راوحوها كما حنا نقولوا ما تضغطيش عليها باش الاشوار تاعكم تشد لكم مده زمنيه طويله. يعني كي تقعدي ترحي فيها راوحيها، ماشي تقعدي ضاغطه وتخليها غير الدور، لا راوحيها حبيبتي، مجرد نصيحه. وهنايا جيت نوري لكم المكونات اللي غادي نديروهم في الرولي تاعنا ويتمثلوا هنايا في غادي ندير يعني في صدر الدجاج ندير حبه بيض كامله، الثوم كنت ديجا رابيته، والقزبر والمعدنوس مقطعين، والتوابل. بالنسبه للتوابل عندنا زنجبيل وعندنا فلفل اسود وعندنا كركم وعندنا فلفله حمراء حلوه والملح اكيد. بالنسبه للكميه ديري نصف ملعقه صغيره، يعني ديري نصف مغرفه صغيره تاع هادو التوابل، وتزيدي عليهم الثوم اللي كنتي رحيتيه والقزبر والمعدنوس. هنايا الثوم حبيبتي ديري زوج فصوص تاع ثوم، انا كنت هنا ديجا رابيته، وتزيدي عليهم 3 مغارف صغار تاع لا شالبلوغ. وإلا ما كانتش حنا نقولوا متوفره عندك تقدي تعوضيها بالسميد، يعني تقدي ديري 3 مغارف تاع السميد عادي حبيبتي. وتخلطي هذاك الخليط تاعك اللي درتي، اللي راه متكون من الصدر تاع الدجاج والتوابل وحبه البيض والثوم والمعدنوس خلطيهم غايه حبيبتي حتى وين يولي لك كيما هكا الصدر تاع الدجاج تاعك. يعني دوك المكونات كامل يدخلوا في الصدر تاع الدجاج تاعك. ومن بعد تجيبي البابي كويسون تاعك اللي تكوني قطعتيه كيما حنا نقولوا على شكل كيما هكا مستطيل. ديري هذا الشكل احسن باش ما تنغبنيش كاع كي تقعدي تلمي في الرولي تاعك.
ودهنيه بالزيت حبيبتي، واذا بغيتي تدهنيه بالمارغرين يعني بالزبده كيما تبغي، اللي كانت متوفره عندك ادهني بها. وحطي كيما راكي تشوفي كيما هكا هذيك لافاغ تاعك اللي راكي خادمتها، وبداي هكا تخبزي فيه وتشكلي فيه مستطيل توجور، يعني نقعدوا غير في الشكل المستطيل. يعني غادي تشكليه كاع من الاطراف، غادي تساويه ديريه ما تخليهش غليظ بزاف، يعني مرقي ما غليظ. السمك تاع لافاغ تاعك هنايا كي تقعدي تخبزي فيها مرقيقه ما غليظه، على خاطر غادي نديرو فيها الفرماج كيما غادي تشوفوا. وانتي الحاجه اللي كانت متوفره عندك، كان متوفر عندك مثلا الزيتون تاع الطاجين تقدي ديريه فيه، كان عندك هذاك الفرماج فروماج كاري، ولا غودا ولا غرير، يعني الحاجه اللي كانت متوفره عندك تقدي ديري حتى الروتي فيمي وتروليه، يعني يجي تاني بزاف بنين. انا كان متوفر عندي هذا الفرماج تاع المثلث درته، وهذا وكيما هكا ويجي قوه كيما قلت لك في البنه، وبزاف بزاف يحمر لك الوجه ويزين لك الطابله تاعك. شوفي لي هنايا طريقه كيفاش قاعد ترولي فيه، يعني غير بشويه. الخطره الاولى ترولي كيما حنا نقولوا بالطبقه باش هذاك الفرماج كاع يجي كي تقعدي تقطعي فيه يجي هكا باين، ومن بعد تروليه كيما حنا نقولوا بالبابي كويسون تاعك بورق الطهي تاعه، وتغلقي عليه على النواة يعني على الجهتين. وهنايا انا نزيد له نغطيه تاني بالالومنيوم. واذا حبيبتي ما كانش متوفر عندك ورق الالومنيوم معليش تقدري طيبيه غير كيما هكا شوالا. نوصيك تبلي عليه يعني غايه في النواحي في الجهتين، يعني بلعي غايه. ودخليه في الكوشه تاعك على 180 درجه كيما هكا، وخليه تقريبا ساعه يعني يطيب براحته، يعني ما تتقلقيش عليه. وهنايا نروحو نوجدو لاصوص اللي غادي كيما حنا نقولوا نسقوه بها. ما غاديش تاكليه لولي هكا ناشف، تاكلي معاه لاصوص تبغي كيما حنا نقولوا تغمسي في لاصوص. وهنايا غادي نخدموا له لاصوص بلونش تاعه. وش نحكي لكم على هاد لاصوص بلونش كيفاش تجي بنينه، تجي بزاف بزاف يعني قوه في البنه. وباش ما درتيها انا غادي نديرها كما راكم تشوفوا، قطعت زوج حبات هذا مكان حبيبتي. ودربك نروحوا للطريقه باش نخدموا لاصوص تاعنا. عندك الاولى نجيبوا المقله تاعنا وتزيدي عليها مغرف تاع لا مارغرين اللي متوفره عندك، وتزيدي قيس 3 مغارف هكا كبار تاع الزيت باش نقلو هذاك البصل تاعنا يدبال ويمد هذاك يولي كيما الكراميل، يمد هذاك اللون الاحمر تاعه كيما قلت لكم. وكاينه حاجه هنا حبيبتي قلت لك انا لاصوص بلونش غادي نخدمها غير بالبصل، هي تقدي تخدميها اذا كان عندك متوفر الشامبينيون تجي تاني روعه. انا ما كانش متوفر عندي شامبينيون، درت كيما قلت لكم غير البصل، وجات قوه في البنه، يعني جات بزاف بزاف بنينه هذاك غير بالبصل. اذا كان عندك شامبينيون ولا كان عندك حنا نقولوا مثلا عرضه ولا وليمه تبغي تحطي هكا حتى تكون الله الله، يعني نقول لك زيدي الشامبينيون على خاطر تجي صوص بلونش بالشامبينيون بزاف بزاف بنينه. وهنايا كيما راكي تشوفي بعد ما داب هذيك مغرف المارغرين اللي درتها وزدت 3 مغارف كبار تاع الزيت، نبدا نقلي في البصل تاعنا، نخليه يتقلى على نار هاديه، ما تزيدولهش النار على خاطر يبقى لكم يعني لا كولور تاعه تتبدل ينحرق لكم ويبقى يتغز، يبقى احنا نقولوا خضر من الداخل، يبقى لكم خضر. على هذيك نقول لك حبيبتي خليه على نار هاديه يتقلى براحته. وهنايا غادي نزيد له التوابل تاعه اللي كنت درت ربع مغرف صغيره تاع فلفل اسود وربع مغرف صغيره تاع الملح، يعني ما تكتروش التوابل بزاف، هذا مكان في لاصوص بلونش تاعكم. ونخلطوهم مع بعضياتهم ونخليوه كما قلت لكم يتقلى براحته.
وهنايا بعد ما خليته يتقلى على نار هاديه وقعدت نقلب فيه خطره على خطره، شوفوا كيفاش تبدل اللون تاعه وتقلى لي غاية. من بعدها كنت زدت عليه علبه تاع لا كريم ليكيد تاعنا باش نديرو لاصوص بلونش كيما قلت لكم. وكي تشوفوها بدات تبقبق كيما هكا صايره يقولكم طفوا عليا راني واجده. شوفوا لي كيفاش ثقيله وعاقده يعني، وفي البنه ما نحكي لكمش، واحده الريحه تشهي من تقعدي تخدمي في لاصوص تاعك. وهنايا كان الرولي تاعنا صاي طاب، يعني صاي وجد كما قلت لكم بعد ما خليته تقريبا هكا واحد الساعه وهو يطيب. شوفوا لي الله يبارك ما خرجت حنا نقولوا حتى ولا قطره ولا عفسه هكا تاع الاخر. من بلحت تبلعي عليه غايه ما غاديش يسيح لك ولا يقعد مصور هو في الشكل تاعه، يقعد لك هو واحد الريحه هنايا كي قعدت نحل فيه شفتوا كيفاش درت لكم هكا بيدي، بزاف تشهي واحد الريحه ما نحكي لكمش. غادي كي تجربوه تفكروها درتي. ونتمنى تجربوه على خاطر ساهل ناهل وبنين بزاف، تفرحي بيه هكا وليداتك، تفرحي عائلتك، تفرحي روحك. تقولي بلي انتي تحسي روحك بلي طيبتي حاجه بنينه. على بالي بلي المورال حنا يطلع لنا كي نكونوا شابات، كي تكون الدار نقيه وكي نطيبوا حاجه بنينه. هادو الصوالح بزاف يفرحوا المراه، اي مراه تلقايها هادو الصوالح يفرحوها. تما نقول لك حبيبتي جربي هذه الوصفه وما غاديش تندمي. غادي صح تعجبك وما تكلفش وما من الوقت، في وقت قصير وراكي وجدتيها. وما بقى عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. ودوك تشوفوا التقديم كيفاش قدمتها وزيدي عليها لاصوص هكا من فوق، يعني هذاك الرولي تاعك حبيبتي كما قلت لك سقيه بلاصوص بلونش كيما راكي تشوفي. وبالصحه والراحه، نتلاقوا في فيديو جديد.